تونايدن ولا مساء الخير عليكم من كابادوكيا. هنا راني في مكان واسمه غوريمي، المشهور بهذه البيوت الموجودة في الكهوف الصخرية اللي شكلتها عوامل طبيعية مثل انفجار البراكين. وهذا المكان مشهور تاني بحاجة أخرى هي ركوب المناطيد. الفترة الأخيرة اللي كنت متواجد فيها في إسطنبول ولسوء الأحوال الجوية قررت نرفد ساكودو ديالي ونمشي، وبدون ما ندير حتى برنامج مسبق وجدت روحي زاير 6 مدن، من بين هذه المدن كابادوكيا. بعد حوالي 7 ساعات أو 8 ساعات في الباص وصلت أخيرا لأجمل قرية في كابادوكيا، قرية غوريمي. أنا شخصيا أنصحكم كثيرا بهذه القرية، فهي مكان جد مناسب لقضاء رحلة مميزة. ففي هذه المنطقة تطير المناطيد مع كل شروق شمس. تعرف هذه المنطقة بالمنازل والفنادق المحفورة في الكهوف، كما أن المنازل والمحلات مبنية كلها بالحجارة، وهذا للمحافظة على طابع المدينة السياحي. دامت فترة تواجدي بغوريمي 4 أيام قضيتها في هوستل اسمه تيرافيستا. الهوستل موجود في مركز قرية غوريمي، وهو قريب لعدة أماكن سياحية. هذا الهوستل مبني بالحجارة وفيه جانب داخلي عبارة عن له إطلالة جد مميزة من السطح، وين تقدروا تشوفوا المناطيد وهي تطير. كما فيه مكان للجلوس وجاكوزي لمن يريد الاستمتاع أكثر. أنا كنت حجزت في غرفة مشتركة وبسعر 13 يورو لليلة. من الأشياء اللي جربتها في كابادوكيا وعجبتني كتير هي ركوب الخيل. مع أني جربتها في الكثير من الأماكن، لكن أن تمشي في متحف على الهواء الطلق مع الصباح الباكر كان هذا أمر جميل جدا ويعطي شعور بالراحة. أنا كنت حجزت لوحدي مع هذا الإسطبل الذي صادفته في طريقي ولمدة 1.5 ساعة. صاحبة الإسطبل أخذتني في جولة لمكان يسمى وادي البنات. المكان كان رائع جدا. بعدها ذهبنا وصعدنا لأعلى نقطة بالمكان، واستمتعت كثير بالإطلالة الساحرة التي كانت على منطقة مليئة بالجبال الحمراء. نظن أن اسم المكان كان ريد فالي. بقيت في هذه القرية لمدة 4 أيام فقط لكي لا تفوتني أجمل المناظر وأعود خائبا من حيث أتيت. فأيامي الأولى كان الجو غير مناسب لطيران المناطيد، ومع شروق اليوم الرابع كانت السماء صافية والجو جميل جدا. راهي 6:30 تاع الصباح، أنا طالع لهنا لواحد البلاصة باش نشوفوا لي بالون. أخبرني صاحب الهوستل أنه علي الاستيقاظ بكرا لأشاهد المناطيد حوالي الساعة 5 أو 5:15. فالمناطيد تطير مع بدء شروق الشمس بعد الفجر تماما لمدة حوالي 3 ساعات. يوجد عدة فعاليات أثناء صعود المناطيد، فلعشاق الصور هناك مصورين احترافيين يتم حجزهم لالتقاط الصور والفيديوهات. واو. أما أنا قضيت هذه اللحظات مع صديقي المفضل. من عرف هذا الصديق؟ بالطبع الكثير منكم يعلم أني أعشق الكلاب والقطط، وهذه المرة استمتعت بهذه المناظر الساحرة مع هذا الكلب اللطيف الذي واصل معي المشي للأعلى، وحتى هو استمتع كثير بهذا الشروق الساحر. ذلك الصباح لا ينسى. قرية غوريمي تختلف على كل المدن التي زرتها في تركيا، وأتمنى العودة إليها لا محالة. خبروني انتم واش من مدينة حابين تزوروها لو كانت سفرتكم القادمة إلى تركيا. أنا رايح نشارك معكم كل تفاصيل الرحلة من أسعار وأماكن في البوست أسفل الفيديو. إذا كان عندكم أي سؤال خليهولي في الكومنت ورايح أجيبكم على كل ما أعرف. نلتقي في مدينة جديدة أو مكان جديد أو مغامرة جديدة إن شاء الله.